يا جماعة احنا كلنا بنمر بأوقات بنحس فيها إننا مش كويسين، مش بنحقق أي حاجة احنا بنحلم بيها، وده اللي بيخلينا نرجع ونقارن نفسنا، نشوفهم بيحققوا إنجازات ونجاحات، وساعتها بنحس إن احنا مقصرين. بس أنا عايز أقول لكم حاجة مهمة جدا: المقارنة دي بتضيع وقتنا وطاقتنا، وبتخلينا مش بنشوف النعم اللي ربنا رزقنا بيها. كل واحد فينا مختلف وليه ظروفه ومسيرته الخاصة. مش معقولة يعني نبقى بنقارن نفسنا ببعض. ما هو ما ينفعش نقارن تفاحة ببرتقال، كل فاكهة وليها طعمها الخاص. فخلينا نركز على نفسنا وعلى أهدافنا وعلى إننا نكون أفضل نسخة من نفسنا. احتفل كل يوم بنجاحاتك مهما كانت صغيرة. أقول لك على حاجة، أنت ممكن تحتفل إن أنت بتعدي يومك بسلام. في ناس خلي بالك ما عندهاش النعم دي، وعايزك تستفيد من كل أخطائك عشان تتعلم وتطور من نفسك. لما الاقيك بتقارن نفسك بحد تاني، بجد حاول توقف نفسك وتركز على النعم اللي عندك وعلى الأشياء اللي بتشكر ربنا عليها. ولو أنت محتاج تحفيز، فأنت ممكن تبحث عن قصص نجاحات لأشخاص بدأوها من الصفر وقدروا يتخطوا كل المصاعب اللي قدامهم. بس معرفتك لقصص النجاحات ديت متخليهاش يعني تبقى مصدر جديد للمقارنات بتاعتك. حطها مثال قدامك وخبرة تتعلم منها وبس، مش أكتر. وفي الآخر عايزك تفتكر دايما إن السعادة الحقيقية مش في المقارنة بغيرك، لكنها في الرضا بالحاجات اللي عندك والسعي الدايم لتحقيق ذاتك.